المنتخب الثالث يحقق كأس العرب؟ يا رجل أي عقلانية هذه؟ صفعة تاريخية. الكأس إلى الأردن إن شاء الله. الكأس إلى الأردن إن شاء الله. إن شاء الله بربي. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. شوف هذه اسمع هيهات المغربي لأن سمعتها في أكثر من مناسبة. اللي تمنى هو اللي خسر. الدفة يديك خلينا ندعي للنسامة. يا رب فوز عيالنا النسامة. آمين. وإنسان ودهم يصبونا سحر إنك تبطله. آمين. واجعل كيدهم في نحرهم. آمين. إن شاء الله بربي. قبل يا زايد النغزة شوية. هاتوا ايش؟ الحريرة. دابا تشرب الحريرة مورا المال. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. المنتخب المغربي يعني منتخب خارق يعني بصراحه، يعني على ارضيه الملعب. المدرب السكتاوي بصراحه مش سهل. انا ما بدي اخوف بس هذا دليل. اعطيني منتخب من المنتخبات اللي واجهناها يمتلك هذه الصفات، مش موجود. اكبر كارثه هذه، عيب يعني. هذه راح تكون زي الزلزال على قاره اسيا في حال ان المغرب توج بكأس العرب. يا جماعه داخلين بالفريق الثاني. احنا بنتكلم يا كابتن فراس عن منتخب مغربي متمرس. بتطلع المنتخب المغربي بيلعب بثقه، بتحسه احيانا فيها نوع من الغرور بس في محلها كابتن. هذا المنتخب الحومه جمعوه من هني شوي من هني شوي، يلا تعالوا هني، جيب هذا حط هذا، يلا اوصلوا نهائي كاس العرب. انت لاعب دور مجموعات وبعدين لاعب الدور الثمانية وبعدين المربع الذهبي، واليوم انت واصل المباراة النهائية وفي مرماك هدف من جزر القمر. معناته ان احنا في اسيا عندنا مشكلة عظيمة لازم نشوف لها حل. ولا لاعب من المنتخب المغربي اللي وصل لنهائي كأس العرب ولا لاعب موجود في المنتخب الاول. المنتخب المغربي ليش اقول لك السهل الممتنع؟ لا والله هو الصعب الفتاك. الاصابات الموجوده، لان المنتخب المغربي منتخب متمرس. بعد ما شفنا فضيحة الامارات قدام المغرب واكلوهم بثلاثة، الحمد لله يا ربي، بس ايدنا وشو قفلنا، خسرنا فرق جول بس ولك طلعنا بشرف. كل المنتخبات العربيه عليهم انهم يفتخرون شنو قاعد يسوي المنتخب المغربي. كل المنتخبات العربيه اذا تبون تنشؤون كرة قدم صح ومسيرة صحيحة، ما شاء الله تبارك الرحمن، نفس اللي سواه المنتخب المغربي، جيبوا ناشئينكم. المنتخب المغربي شارك بالصف ممكن مش الثالث، الرابع. ما تكلم، ما قال نحن مشاركين بالثالث او الرابع. انا اشوف المنتخب المغربي كشر عن انيابه. كان فريق منظم، فريق مرتب، فريق قوي، الاحتياطي اقوى حتى من اللي داخل الملعب نشأت. شوف انا زعلان ان منتخبنا طلع، اوكي كل حد بيزعل، ولكن مو بزعلان اني خسرت من منتخب المغرب، لان منتخب المغرب الصراحه منتخب قوي. اقسم بالله هذا دليل انه احنا لعيبه ما عندنا. للاسف اغلب المنتخبات اللي شاركت ما في الا الكره المغربيه اللي متطوره. الكره المغربيه يعني ما في مقارنه بينه وبين الجزائريه والمصريه والتونسيه، مع احترامي للجميع. يعني هي في كفه والكره العربيه الاخرى في كفه ثانيه. المغرب مباراة قوية جدا. ما في قوي قدام النشامة، اللي بيلعب قدام النشامة بيلبسوا البجامة. غير انسوني يا العرب راني مهنيكم. ما كاينش ما كاينش. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. المغرب يشتغل ساكت ومحترم نفسه ومحترمين نفسهم لأنهم شعب محترم وبلد محترم وشعب أصيل. وصلوا النهائي بدون ما يتكلمون، وبالصف الرابع أنت مشارك ببعض لعيبتك الأساسيين إلا كذا لاعب بس اللي مش موجود، وأذيت العالم. يعني إذا جمال سلامي وإذا السكتاوي يعني من أفضل المدربين من ناحية قيادة المباراة والتعامل مع اللاعبين. الحلول اللي موجودة عند السكتاوي أكثر من اللي موجودة عند المنتخب الأردني. السكتاوي يتعامل مع كل مباراة مو هو شيريد،
شو المدرب يسوي؟ منتخب متكامل، تدوير كابتن، تدوير اللاعبين، شخصية وقال لك كابتن بطل زاهر، بطولة. قال لك سوى 3 تبديلات. انا وين نفسي قلت هذا المدرب ليش سوى 3 تبديلات؟ استعجل يعني ممكن انت عندك ممكن وقفات اضافيه، ممكن هو يريد يحسم المباراه، هو يريد يحسم وفعلا حسم المباراه. كابتن حتى بالمؤتمر الصحفي ان الكره المغربيه منتخبهم يحقق الثالث، منتخبهم الثالث يحقق كاس العرب بوجود المنتخبات الاساسيه. هذه مهزله، هذا وصلنا لمرحله اقسم بالله ما نعرف نلعب كوره. بس هذا اللي بقوله، ما عندنا كوره. هو قدامك ما شاء الله المغربي ان شاء الله. بدي اقول والله شو ادري ايش اقول لك والله. يعني انتهى المؤتمر الصحفي، شوفوا اقبال الصحفيين على طارق سكتيوي، الكل يحاول ياخذ صوره معاه نظرا للمحبه التي يحظى بها طارق سكتيوي لدى الجميع. المنتخب المغربي بالفريق الثالث حياخذ البطوله. شو البهدله يا فرق اسيا؟ شو البهدله؟ لك والله عيب عليكم، قسما بالله عيب عليكم والله. لك والله شرشحونا. يا عفو الله، يا عفو الله. ولكن انا مشكلتي اليوم مع المنتخب المغربي، وفي مرماك هدف واحد بس. لا والله العظيم لا، مو منطقيه ابدا، اسمح لي، مو منطقيه ابدا. انت قوي على عيني وراسي، انت خرافي على عيني وراسي، انت عندك لاعبين على مستوى على عيني وراسي، ولكن انك توصل. احنا كم فريق يشارك في البطوله؟ والله العظيم مو ب8 فرق، اكثر. وانت لاعب دور مجموعات، وبعدين لاعب الدور الثمانية، وبعدين المربع الذهبي، واليوم انت واصل المباراة النهائية وفي مرماك هدف من جزر القمر. معناته ان احنا في اسيا عندنا مشكلة عظيمة لازم نشوف لها حل، لازم نشوف لها حل. مبروك لاخواني في المغرب وهارد لك. المغاربة والله نقدر نقول لكم اقسم بالله يعطيكم صحة. احنا قلنا بردوا لنا الخاطر برك، بهدلتوا بهم يا زعم. تحياتي لكم ومبروك عليكم، وان شاء الله تدوها انتوما. احنا ما عندنا كوره، لازم الواحد يكون صريح مع نفسه. احنا ما عندنا كوره. وشغلوا التلفزيون وحطوا طال عمركم المنتخب المغربي من اول بدايته الى وصل كاس العالم ونص نهائي كاس العالم. قولهم تعلموا. صراحة المغرب معه حق انه يبعثوا لكم الفريق الثالث او الفريق الرابع حتى يلعبوا ببطولة كأس العرب، لانه معهم حق. اساسا هن باي عين راح يبعثوا لنا بونو، حيبعثوا لنا ابراهيم دياز، حيبعثوا لنا نصيري. هاي التشكيلة اذا بعثوني اياها انا متأكد 100% حيفوزوا 12 و13 صفر. نفسي أفهم ليش جماهير الأردن خايفين من منتخب المغرب. للعلم منتخب المغرب الأول لم يتوج بأي لقب منذ 49 سنة. تخيلوا يا ناس. ولا شي حاجة ولا شي. لا الا ما تحمقنيش، هادو الصحافه الاردنيه جاو يبرقوا في تدريبات المنتخب المغربي، ولكن سكيتيوي مريقل اكثر منهم ودار ليهم عبره خاويه وقلبها تدريبات كره السله. صراحه منتخب قوي. تعرف انت بزعل عنه اذا خسرت من منتخب الجزائر. تخيل انت منتخب الجزائر يفوز عليك. لا هني صدق بزعل، والله العظيم اني بزعل. منتخب الجزائر الضعيف يفوز علي انا؟ لا. الكبر والتعالي والفخفخه الزايده هاي اللي انتم فيها، اشتغل على اخطائك. تونس، الجزائر، مصر، اشتغل على اخطائك، اشتغل صح، اترك عنك كل اللي بلك اترك سيلا فيما لاولا 1 2 3 اتركها عنك، اشتغل. في النهاية المغرب كبير الحين، المغرب يعني صرنا نشوف فوق فهمت. احنا الحين صرنا ما نرضى. اسمع احنا الحين صرنا ما نرضى بالنصف النهائي والنهائي. احنا بس الشامبيون، اذا ما في شامبيون ما نرضى، نزعل. وسيدي المغاربه ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كان الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري الا ما فكيتيش الان سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمه، ضعيف الوزن، منعدم القيمه.